السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصبحكم برباحكم، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. واش راكم اخواتاتي؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس عليكم والمورال طالع لكم، فرحانات وسعيدات امين يا رب العالمين. روتين جديد وفيديو جديد نتمنى يكون خفيف ظريف عليكم وتقدروا تستفيدوا منه ولو 1%. نصلوا وسلموا على رسول الله عليه افضل الصلاة وازكى السلام، ونبداو على بركة الله. عندكم برك تنساو بهذاك الجام والتعليق التحفيزي، طماعة في ربي وفيكم حبيباتي، تقديرا للمجهودات. وباش نقدر نزيد نكمل معاكم نرحب بكم كامل في قلبي قبل القناة. اليوم جيتكم بروتين تحفيزي كيما العادة، بديتو معاكم بالكعك تاع الغرب كيما راكم تشوفوا. شوفوا للأمانة أول مرة نجربوا ومش عيب تتعلم الوحدة حاجة جديدة باش تفرح روحها، تفرح العائلة تاعها وتكسر شوية هذاك الروتين. أنا نفرح كي ندير لهم حاجة كيما هاكا وتصدق لي وندخلهم بها الفرحة. معليش لو كانت تكون بسيطة. الروتين تاعي معمر بالطاقة والتحفيز كما قلت لكم. ان شاء الله تعودوا اديتوا واجباتكم الدينية ومن بعد توجهتوا للمطبخ. اوكي ما راكم تشوفوا فيديو اليوم راح ندير معاكم كما قلت لكم الكعك تاع الغرب. يجي منسم، يجي خفيف ويجي يستاهل فمكم، يعني لازم عليكم تجربوه وتشوفوا البنه تاعو. واش درت كيلو تاع فرينه كامله، درت كاس تاع سكر ودرت كاس تاع زيت، درت فيه حبه تاع بيض، ونحتاجوا حبه ثاني باش ندهنوا بها الكعك من بعد، وزوج مغارف تاع خميره الخبز وملح. وزدت حطيت المنكهات اللي هي قشور تاع البرتقال، وانت اذا عندك زيدي ديري قشور الليمون. انا ما عنديش، درت قشور تاع البرتقال برك. وشوفوا الكعك باش يجيك منسم، التوابل هذو هما الاساس تاعو، كل ما تكثروا منهم كل ما جاكم بنتو بنه، خاصه كنت تحطوه يطيب الريحه تاعو تخرج حتى لبرا. واش نقول لكم انا بالنسبه لي هذو التوابل اللي درتهم، درت حبه تاع الحلاوه ودرت حبه تاع البسباس، جبت زوج كيسان تاع ماء درت فيهم هذو حوالي زوج مغارف من الحبه تاع الحلاوه وزوج مغارف من الحبه تاع البسباس. خليتهم يغلوا شويه ومن بعد طفيت عليهم وصفيتهم، وهذاك الماء كيما راكم تشوفوا هو اللي دلم به الفرينه تاعي. واكيد هذوك التوابل رجعهم في الفرينه. تقدروا ثاني ديروا جلجلان يكون محمص، انا ما درتوش. وهذا مكان. ومن بعد حطيته يتعجن لي في البيترا. شوفوا تقدروا تعجنوها عادي بديكم تخرج لكم واحد النتيجه ما شاء الله. انا كنت مانيش قادره، راكم تعرفوا راه كل حاجه تجبد فينا، ماذا بينا نعاونوا رواحنا بهذه الامور. الماء هذاك اللي درته راني ما كملتوش كامل، خليت منه قيس ربع كاس، زوج كيسان كاس كملته، كاس خليت منه قيس ربع. قوام العجينه يكون طري بصح مش اللي يتلصق في اليد. راني وريت لكم القوام كيفاه. وكما نقولوا ما تخليهش ما يساعدكش في الخدمه تاعو. اذا كان طري ياسر بمجرد ما تدخلوه يطيب راح يطلع ياسر ومن بعد يهبط. المهم العجينه ديريها قس ما تقدروا تتحكموا فيها، خليتها تخمر ومن بعد نرجع ليها ان شاء الله. وهذه هي اخواتاتي، كملوا معايا حتى للاخير. متأكدة باللي راح يعجبكم الروتين والموضوع تاع النهار اليوم اللي راح نهضروا فيه كيفاش تقدري توفري وتقتصدي قبل الكوزينة وتديري التاويل وتعمري دارك وتتحايلي مع المعيشة والغلاء اللي رانا فيه. شوفوا أنا إنسانة نموت على حاجة اسمها الاقتصاد والتوفير، نحب ندير تحديات لأني مانيش نشوف باللي الاقتصاد والتوفير حرمان أو ضغط، بالعكس أنا نشوف فيه باللي وسيلة تخليني نعيش ذكية ونوصل للأهداف تاعي. حابة نوصلكم فكرة أخواتاتي باللي الاقتصاد عمره ما كان حرمان، بالعكس هو راحة على المدى البعيد. باش توصل كل واحدة فينا لأحلامها لازم تبدأ تخمم من اليوم أخواتاتي. إن شاء الله نبدأ نخمو في كل دورو يخرج. مثال كي تشري حاجة ما عندكش حاجة بها، راكي تصرفي على حساب حاجة تنجم تفرحك أكثر للقدام، كيما مثال السفر. وشكون فينا اللي ماهيش حابة تخرج وتسافر؟ وشوفوا رانا عايشين في واحد الضغط قمن الروتين المتكرر، وعلاه ما نديروش تحديات مع بعضنا، نلموا وبهذيك الدراهم نروحوا نسافروا ونعيشوا اكيد فيما يرضي الله. انا كيما انتم اخواتاتي والله كنت نصرف على حاجات ما تستاهلش، بصح فهمت باللي التوفير هو اللي ينجيني كضيق بيا الدنيا. ما تقولي ليش ما نقدرش
نوفر راح تقدري ان شاء الله لو كان قبل 10,000 في اليوم. كيما هاك تبداي تبني في عادة جديدة. صدقيني وقت اللي تشوفي رصيدك يزيد بسم الله ما شاء الله، والحصالة بدات تتعمر الله يبارك، وتشري واش كنتي حابة وتشوفيها في دارك، تحسي روحك مرتاحة ومطمئنة. التوفير عنده علاقة كبيرة خواتاتي بالراحة النفسية تاعنا. مش لازم عليك تبدلي كامل حياتك، بدلي لي برك كيفاه تشري، يعني شوية وعي شوية تنظيم، وتشوفي لي هذاك الفرق في حياتك. قبل ما تشري سقسي روحك تحتاجيها ولا لا، تقدر تنفعك ولا لا، تقدري تصبري عليها ولا لا. عارفة باللي الدنيا راها زايدة، كلش يغلى فيها وكلش رانا نستهلكوا فيه، وكل مرة نلقاو حوايج تشدنا. مرات نشروا للمتعة اللحظية برك، ومن بعد ندموا على خاطر ما كاش فينا اللي تسأل روحها علاه راها تشري، باش تفرح أكثر، ولا تشري باش تفرح ساعة وخلاص، ولا نروحوا نوفروا باش نعيشوا مرتاحين كما نقول لك سنوات. شوفوا خواتاتي كيفاه جاني الكعك تاعي بسم الله ما شاء الله، جاتني كونتيتي كبيره الله يبارك. كوني نتيا وذوقي جارتك. وانا واحده كنت ما نعرفش حاجه اسمها الاقتصاد والتوفير، باش ما نكذبش عليكم، خاصه انه الزوج هذو الامور ما عندوش علاقه بهم اطلاقا، نصرفه وخلاص ومن بعد نتحسر انا. هو كلش عنده عادي، اما اليوم لا نحاول كيفاه ننظم اموري بشويه، رايحه ناثر عليه ان شاء الله، ويعود هو ثاني يتبع لي، لانه هذا التوفير راح يرجع عليا بالفائده. انا غدوه كي نروح نشري حاجه تعاوني ونستثمر فيها وقتي ونستثمر فيها صحتي، راح تنفعني وتنقص عليا التعب والوقفه. الراجل ما على بالوش وما يحسش بيك وبالتعب اللي راكي تعاني منه، الا ما رحم ربي. الدور وتحطيه على اخوه، رايحه تحسي روحك كبرتي وفهمتي مليح. ومش لازم يكون التوفير كبير، كيعود مبلغ بسيط جدا ما تحقروش الدور، قادر يبدل حياتك، وخطوة صغيرة نحو نجاح كبير بإذن الله تعالى. راح تكسبي راحة بالك، أمان، تحققي مشروع، طمأنينة في قلبك. نستاهلوا خواتاتي نعيش مرتاحين. أرواحوا نبداو معليش لو كان ب10,000 لو كان ب5,000، والظهر عمرنا ما نحقروه. وإذا حابة توفري أبداي من الكوزينة تاعك، على خاطر أكثر مصروف يضيع منا راه في الماكلة. مرات نطيبوا بكميات كبيرة، كاين مرات وين تصبح عندنا ماكلة نروحوا نرموها، ما نشروش على قد الحاجة تاعنا. أنا غسلت معاكم الفريجيدار كيما راكم تشوفوا خواتاتي، كنت رايحة نشارك معاكم قائمة المشتريات، بصح الزوج ما شراليش اليوم. الفيديو جاي إن شاء الله راح نحط معاكم كلش، ونزيد نحكم معاكم معيني. درت معاكم واحد الخلطة تشوفوها معايا ان شاء الله، مكونات كامل عندكم وما هيش مكلفة، اقتصادية. شوفوا جراف وخمرة تاع الكسرة ايزيز، هذا مكان وانت رجعتي معينك يشعل شعيل. الفيديو جاي ان شاء الله نتشارك معاكم باش ما نطولش عليكم، وثاني خواتاتي باش نحفزكم. ذرك رانا كامل في فترة تاع الامتحانات، الوقت ضيق وكل حاجة تجبت فينا، الله المستعان. ان شاء الله يعجبكم الموضوع اليوم. شوفوا الكوزينة هي قلب الدار، وإذا القلب منظم المصروف راح يرتاح. الماكلة إذا رميتيها معناها راكي ترمي في دراهمك، ووقت اللي تبدأ كل واحدة فينا تطيب بحساب وتشري بحكمة، راكي قاعدة توفري بلا ما تحسي. التوفير اخواتاتي ماهوش تقشف، التوفير ببساطة هو أنك تعرفي قيمة كل حاجة تشريها. هذه هي. نحاول كيفاه ما نغبش عليكم اخواتاتي ياسر، باش نعطيكم جرعة من التحفيز ومشكورين كامل خواتاتي ومن القلب على تشجيعاتكم ودعمكم. عنده أثر كبير في نفسيتي، وأكد لي باللي كل حاجة راني ندير فيها ونحط لكم فيها راها تلقى صدى في قلوبكم، ومقدرين الجهد تاعي. ربي يحفظكم خواتاتي كامل. هذه هي الخلطة اللي درتها. الفيديو جاي إن شاء الله راح نشاركها معكم، خلطة ترجع لكم معينك يشعلوه. هنا بعد اللي غسلت الفريجيدار رجعت له كامل حوايجه، وهذا هو الروتين تاعي تاع نهار اليوم، خفيف ظريف. ان شاء الله يعجبكم. تهلاو خواتاتي في رواحكم، والسلام عليكم.